صباح الخير يا شباب. احنا دلوقتي في دير الأنبابولا في البحر الأحمر. طبعا أول ما بنخش بنلاقي كنيسة جديدة، وبعد كده بيجينا أبونا. صباح الخير، ازيك يا أبونا؟ عامل ايه؟ كل سنة حضرتك طيب. الله يسلمك. أبونا إن شاء الله فرنساويين، بس ممكن الشرح الإنجليش ماشي. Welcome to the monastery. Thank you. I am Father Ignatius. I know it's a little bit hot today. دير الأنبابولا هو بيرجع للقرن الرابع الميلادي، أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الميلادي. بصوا يا جماعة، بصوا ده الدير اهو. طبعا في منتهى الجمال. هو عادة الدير المفروض بيبقى مقفول علشان احنا في الصيام، بس هم بيفتحوه للأجانب يعني، عشان طبعا بيبقوا جايين من آخر الدنيا، فمسموح للأجانب. تمام اهو. So the monastery here is more than 1,700 years old. It was just one cave. Saint Paul lived inside the cave, and after he died, the monks came and lived in the place. Okay, so all these constructions are new. The original cave was down here. We will go down and see it. More than 1,700 from the 3rd century, and this is the oldest place where a monk lived in the world. At the time of Saint Paul, there was no monks living in the desert. Monks used to live near the city, so people support them with food and water. He was the first man to live alone here. Okay? احنا نازلين دلوقتي المغارة اللي المفروض أقدم حاجة في الدير كله. تمام، هي المغارة اللي اتبنى عليها الدير. تمام، فدي من أقدم الأماكن في الدير. شايفين جمال الرسومات؟ طبعا تحفة. تمام، في قداس حاليا دلوقتي شغال. اهي المغارة. تمام، وديت القبة في منتهى الجمال، منتهى الجمال الرسومات. Inside here we have this original cave. Inside here from the 3rd century. He lived here alone more than 90 years, and after he died, the monks made this cave church. And started living in caves the same way like he lived. This entrance is new. It's around 400 years old. But before this entrance, the entrance was like a passage through the mountain, deep inside. We will go see the cave and see the entrance, but we are not allowed to speak inside. So the prayer.
ديت موجودة في السقف، رسومات جدارية موجودة في السقف، وديت شابيل، وديت المقصورة دي اللي فيها الجسد بتاع بس تحت الأرض. تحت الأرض. أوكي تمام. ده رمز ده الأماكن جسد الدفن يعني. ده جسد الأنبابولا بس تحت الأرض طبعا. If you want you can go inside. دي برضه رسومات جدارية للأنبابولا. بصوا الرسومات الجدارية دي أهي الرسومات الجدارية. أبونا الرسومات الجدارية دي بترجع للقرن الكام؟ دي بترجع للقرن الكام يا أبونا؟ دي بترجع للقرن 18 واللي فوق في السقف دي القرن 13. يبقى الرسومات الجدارية دي يا جماعة اللي انتوا شايفينها دي بترجع للقرن ال18. تمام. لكن اللي فوق اللي انا صورتها في الاول بترجع للقرن ال13 اللي هي دي.